تهيألي مفيش حاجة أجمل من إن احنا نبدأ الفيديو بطائر جميل زي طائر اليمام اللي قدام حضراتكم ده. بسم الله ما شاء الله. طائر اليمام الماسي من أجمل وأصغر أنواع اليمام في العالم. زي ما حضراتكم شايفين كده، دي الطيور الخاصة بيا، بربيها من أكتر من 16 سنة تقريبا. زي ما حضراتكم شايفين المنظر، دي مجموعة من اليمام طفرات، جميع ألوان الطفرات زي ما حضراتكم شايفين، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اليمام الماسي موجود من زمان، من سنين. يقال في الكتب ان هو تاريخه من 300 او 400 سنة، وفي ناس قالوا ان هو من قبل كده كمان، يعني من حوالي 500 سنة. اليمام الماسي انا بدأت فيه من 16 سنة بالألوان العادات، اللي هو الأزرق أو ما يقال عليه السيلفر والحبشي. زي أي حد بدأت فيه، جبت جوز وبدأت أفهم فيه من الجوز ده شوية شوية لغاية لما اتدرجت في درجات الألوان بتاعته وفهمته أكتر. طبعا هو في بدايته أنا ما كنتش فاهمه كويس، وكان بيحصل لي فيه مشاكل كتير، وكان بيحصل لي فيه أزمات. وأقول بعد كده أنا مش هربيه، هو صعب تربيته. بس بعد كده لما وقفت مع نفسي وركزت معاه، لأنه هو طائر حساس وفي نفس الوقت عنيد بس جميل جدا، ركزت معاه كويس وقدرت أفهمه وأحس بيه. لأن زي ما أنا قلت لحضراتكم، هو طائر حساس وفي نفس الوقت عنيد. طبعا انا لما بدات فيه هو عصبي شويه، لان هو اصلا طائر بري او زي بقيه الطيور بري. وبعد كده تم اسره وتدجينه والفرخ منه والانتاج منه في الاسر. طبعا اصعب حاجه فيه انتاج الطفرات. احلى حاجه فيه صوته وكمان شكله، والاميز فيه ان هو بيشتغل طول شهور السنه. يعني تقدر حضرتك تفرخ منه او تنتج منه طول شهور السنه. حضراتكم شايفين طبعا في الاخر خالص، ده لعب شباب بسم الله ما شاء الله. ذكر بيرلين سنوايت او سنو وايت. دي جميع الوان الطفرات الفاتحه اللايت، اعلى طفرات في الماسي. طبعا دي فتره شباب، بيبقى زي ما حضراتكم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، بيبدا يحفز بعضه على التزاوج. ودي حاجه زي ما حضراتكم كده شايفينها بتبقى شكلها جميل او لذيذه في الطيور. اليمام الماسي حضرتك تقدر تنتج منه في اي مكان، او تقدر تربيه في اي مكان. ما بيحتاجش رعايه كتير، رعايته بسيطه جدا، ما بيحتاجش نظافه، غير مكلف بالمره. بياكل نوع واحد بس من البذور او الحبوب اللي هو البلكم، وممكن بذور طاقه لما يكون فيه انتاج او فروخ. مصمم برضه هو مفيش فايده فيه زي ما حضراتكم شايفينه كده. طبعا عشان شباب، ده اللعب بتاعهم، دي طريقة اللعب بتاعهم، عشان بداية التزاوج يبقوا واخدين على بعض، يبقى في ترابط اكتر بينهم. هقول لحضراتكم برضو ان انتوا ازاي ممكن تفرخوا منه او تربوا منه بكل سهولة. لان في ناس بتبقى مترددة ان هي تربي اليمام الماسي، او متردده اصلا في تربيه الطيور، نفسها تربي او بتحب التربيه وبتحب الطيور، متردده. هقول لحضرتك ما تترددش، تقدر تربيه في قفص بدايه من 60 سم بكل سهوله في اي مكان. لو عايز تحطه في البلكونه او عايز تحطه في اوضه، هو مفيش اي مشكله، بس طبعا يكون على ارتفاع فوق مستوى راس حضرتك تقدر تنتج منه. لانه في الاول بيكون لسه ما خدش على المكان، او خد على القفص، او خد على حضرتك كمربي ان انت صاحبه سنه سنه. بعد كده بيبدا ياخد عليك لما بتاكله وبتقدم له الاكل، وبتقدر بعد كده تفرخ منه بكل سهوله زي ما قلت لحضرتك طول شهور السنه. اليمام الماسي موجود في كل دول العالم. في اوروبا بيحبوه جدا وبيقدروه، وفي الدول العربيه بدا ينتشر، وعندنا في مصر بدأ يبقى موجود وبدأ الناس تعرف عنه. هو ما كانش أي حد بيفهمه أو أي حد بيربيه، كان أكتر الناس أو الهواة بيربوا العصافير أو أنواع العصافير المغردة. لكن اليمام أو اليمام اللي حجمه كبير شوية والحمام، لكن اليمام الماسي كانت الناس بتخاف منه أو بتقلق منه عشان حجمه الصغير وإن هو حساس وعنيد وعصبي شوية. بس أنا بقول لحضرتك إن اليمام الماسي لما بياخد عليك بيشتغل كويس جدا زي بقية الطيور، بل يكاد يكون احسن من الطيور التانية. شكله جميل، الوانه والوان طفراته جميلة جدا. هقول لحضراتكم حاجة اخيرة، المجموعة اللي قدام حضراتكم دول من انتاجي او من فرخي، انا اللي فرختهم او انا اللي انتجتهم من اصول اليمام طفرات اللي عندي. هم كلهم تأكيل آلة، هم تأكيل يدوي. المجموعة اللي قدام حضراتكم دي كلها تأكيلي انا، تأكيل يدوي. في اللي من عمر يوم، وفي اللي من عمر اسبوع، وفي اللي من عمر الفطام. انا كملت بقيه التاكيل بتاعها لغايه لما اتفطمت. وزي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله، من اجمل الطفرات.